والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن هذه العشر الأواخر من شهر رمضان عشر مباركة، ومن مزاياها وفضائلها أنها أرجى ما تكون فيها ليلة القدر التي نوه الله بشأنها في كتابه، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي القرآن الكريم أنها خير من 1000 شهر، قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. العمل في هذه الليلة خير من العمل في 1000 شهر لمن وفقه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا تصديقا بفضلها، واحتسابا وطلبا للأجر الموعود فيها. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة أخفاها الله في هذا الشهر كله، ولكن أرجى ما تكون في العشر الأواخر وفي ليالي الأوتار منه، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. هذه أرجى ما تكون، ولكن أرجاها عند جمهور أهل العلم أنها ليلة 27. وعلى كل حال، من قام هذه الليالي محتسبا أجرها مؤمنا بفضلها حاز على هذا الخير الكثير. فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من قام بعض الليالي وترك البعض، هذا لا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، لأنها ربما تكون في الليالي التي تركها. وهذه الليلة لها فضائل كثيرة. أولا، أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والفضيلة الثانية أنها خير من 1000 شهر. والفضيلة الثالثة أنها تقدر فيها الأعمال والآجال السنوية. الآجال والأعمال والأعمار مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات ب50,000 سنة، ولكن هذا التقدير العام. أما التقدير الخاص فهو في ليلة القدر، قدروا فيها ما يجري في السنة، ولذلك سميت ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والفضيلة الرابعة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل عظيمة تجتمع في هذه الليلة، فهي ليلة مباركة وليلة فاضلة
وليلة ذات قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهي تتكرر علينا كل ما يأتي رمضان، كل ما يأتي رمضان فليلة القدر فيه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فما ظنك بالذي وفقه الله وقام ليلة القدر كل سنة؟ وفقه الله لذلك وقامها كل سنة. هذا فضل عظيم وخير كثير. ولكن المحروم من حرمه الله، ولا يقدر للفضائل قدرها ولا يتحراها، وإنما هو هائم في غفلاته ومع شهواته، وسيندم عما قريب على ما فات وفرط. ولكن على المسلم أن يبادر وأن يتوب إلى الله عز وجل من التقصير، وأن يصلح فيما بقي من عمره، والله جل وعلا يتوب على من تاب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.